صباح الفل، يا صباح السكر، يا صباح الطاقة الإيجابية، يا صباح كل حاجة حلوة على عيونكم. عاملين ايه يا بنات؟ وحشتوني جدا جدا جدا. بصوا، انا عاملة الفيديو ده وانا تعبانة نفسيتي وحشة جدا. عشان انا راح اكشف عند الدكتور وخايفة، فادعولي ان ربنا يطمني كده، واجي اقول لكم ان انا بقيت كويسة وربنا يستر. طول ما الواحد معاه ربنا ان شاء الله باذن الله مطمن. انتوا وحشتوني جدا من اخر فيديو عملته معاكم. بس انا بزعل منكم والله من حاجه واحده بس، ان انتوا بتخشوا القناه مفيش مشاهدات، مفيش لايكات. فانا يعني قربت ايأس من القناه، قربت ايأس ان انا اشتغل فيها اصلا. يعني قربت ايأس، لان انا قدمت افكار كتير قوي حلوه لكم وفدتكم، بس انتوا يعني مفيش استفاده خالص. لا مشاهدات ولا لايكات ولا اي حاجه خالص. يعني مش فاهمه ليه. والله الافكار اللي انا بقدمها حلوه جدا، انا نفسي استفدت منها كتير وحبيت ان انا افيدكم بيها. وانتوا اخواتي على القناه وبتدعموني، وعارفين طبعا اللي انا بمر بيه، وكل لايك بتحطوه بيبقى بالنسبه ليا يعني كده. بالنسبه ليا اللايك ده دعم ليا ولاولادي، وانتوا عارفين كده كويس. وانا والله العظيم انتوا ناس محترمه جدا، بتخش عندي في الكومنتات بتقول رايها بكل وضوح وبكل صراحه وبكل احترام، وانا بحترمكم وبقدم لكم محتوى، لان انا عايزه افيدك عشان انتوا اختي وانا حاسه بيكي، وعايزاكي انت كمان تبقى حاسه بيا وتحطي لي اجمل لايك واحلى كومنت حلو وتسمعي للفيديو. يعني حتى على الاقل يا جماعه 5 دقايق يعني. انا ما بقول مش عايزه اصور او ان انا هقفل القناه. انتوا عارفين ان انا فاتحه مصدر رزق ليا ولعيالي، فانا كنت عايزاكم بس اللايك وان انتوا بس تسمعوا الفيديو حتى ربنا يكرمكم. يعني ده ربنا هيجازيكم خير فيه، يعني ربنا يبارك لكم يا رب. انا مش عامله اي مقدمه ولا اي حاجه للفيديو ده. انا تعبانه وراح اكشف، بس قلت ان انا يعني جات لي فكره تحدي جديد كده، وكنت عايزه اقول لك عليها ان انت ممكن تعمليها وتشتغلي بيها. هتجيب لك ان شاء الله باذن الله، هتبقى معاكي مبلغ كبير في وقت قصير بس لو استمريتي عليها. طبعا انا عايزه ابدا معاكم من يعني من الصفر، هبدا معاكم، بس انا قلت ابدا معاكم من اول جنيه و2 جنيه و3 جنيه و4 جنيه و5 جنيه، ونعمل التحدي ده يا بنات مع بعض، وربنا يكرمك يا رب ويوسع عليكي وتقدري ان انت تعملي مبالغ اكتر من كده كمان. لو انت ربنا موسع عليكي يعني ممكن تعيدي الفيديو التحدي ده. لو عدتيه مره واثنين وثلاثه على مدار السنه، يعني ربنا يديكم الصحه يا رب ويطول في عمركم ويدوم عليكم يا رب الستر والصحه وراحه البال. لو انت قدرتي تعملي التحدي ده يا حبيبتي مره واثنين وثلاثه، هيبقى معاكي على اخر السنه 15,000 جنيه من الفلوس الفك، يعني من الجنيه والربع. ما عادش ربع جنيه، كان زمان يا ولا كان في ربع جنيه، دلوقتي ما عادش ربع جنيه. فممكن تعملي التحدي ده باذن الرحمن، وانا هقولك عليه. بصوا بقى، انا جايبه لكم هنا الاقلام بتاعتي اللي انا بشتغل بها معاكم، جايبها لكم اهي. التحدي هو عباره عن 5500 جنيه، 5500 جنيه. هنبدا التحدي ده يا حبايب قلبي. انا عايزه بس اهو يبقى واضح عندكم. هو تحدي سهل كده وبسيط، 100 يوم. اسمه تحدي ال100 يوم. 100 يوم ازاي يا ام محمد؟ يعني من اول يوم واحد لحد تعد كده، 1 2 3 4 5. يعني يوم واحد مثلا هتحط جنيه، يوم 2 هتحط 2 جنيه، يوم اليوم العاشر هتحط 10 جنيه. عندنا بقى الارقام الكبيره هي اللي بتبقى في اخر ايام، اللي هي 91 و92 و100. ماشي. ممكن الارقام ديت يا حبيبتي تقسميها على 2 او تقسميها على 3، بس التحدي هيطول معاكي شويه. ال100 يوم دول 3 شهور و10 ايام، 3 شهور و10 ايام. ممكن انت تعمليهم على مرتين يبقوا 6 شهور و20 يوم، بدل ما تروحي تخشي جمعيه. بصوا المبلغ اهو 550 جنيه، بدل ما تروحي تخشي جمعيه مثلا 10,000 جنيه تقعدي 10 شهور، لا دي هتقعد معاكي 6 شهور. وكده كده انت اما بتعملي جمعيه بتبقي ملتزمه بيها، بتبقي ملتزمه بالجمعيه وبتسددي اول باول. والناس بقى اللي ما بتحبش تخش جمعيات وهم مش مقتنعين اصلا بفكره الجمعيه، تعرفوا يا ولاد ان في ناس كتير اصحاب بيخسروا بعض عشان الجمعيات. والله الورقه قدامكم اهي، انا عايزاها تبقى قدامكم كده عشان ما حدش يقول لي الورقه ما كانتش واضحه. لا الورقه واضحه قدامك اهيت، بشويه فلوس فكه يا ست البنات. هتيجي بقى كده اهو، تقومي ماسكه بقى القلم عندك، اي حاجه عندك. هنحط مثلا النهارده 7 جنيه مثلا، هتقوم معلمه بقى كده ملوناها كده. شايفين اهي انا لونتها اهي. يعني مثلا الورقه ديت هتبقى قدام عينيك. شوف انت بتحبي تقعدي اكتر حته فين، ان شاء الله تحطها في المطبخ على التلاجة، حطها على التلاجة وانت هتلاقي العيله كلها مشتركه في التحدي. تحدي حلو جدا، ممكن تعمليه للمصيف، ممكن تعمليه الطرقه داخله عليكي، ممكن تعمليه مبلغ للطوارئ، مش مبلغ كبير هتحطيه كل يوم.
بصوا المبالغ اللي هي مش باينه دي، 47 57 67 77. تمام. انت ادام انت فاهمه الفكره خلاص. بصوا يا بنات، هنا بقى 30 جنيه 28 جنيه. اختاري. بصي يعني انا مثلا، انت مثلا انا ما قويتيش يا محمد اللي اعمله لحد يوم 10، انت حره. انا ما قويتيش مثلا اللي اعمله لحد يوم 20، ربنا يوسع عليكي ويكرمك وتعملي اكتر من كده. طب انا قويتي ان انا اعمله لحد يوم اليوم ال 80 يوم، براحتك. انا بديك الفكره وانت ابدعي بقى من عندك، حطي بقى كل من عندك. المهم ان يبقى عندك عزيمه واصرار واستمرار، تستمري. اهم حاجه الاستمرار وما تقطعيش. الفلوس الجنيهات دهيت ادام قرش على قرش بيعمل 100 قرش. ماشي. لو انت عايزين تبداوا معايا التحدي اكتبوا معايا في الكومنتات جاهزين يا ام محمد، سمعوني في الكومنتات جاهزين. خلي العيال بقى يحطوا من مصروفهم. هتجيبي لك جرام ذهب، والله في حاجات طالعه يا ولاه، جرام ذهب وربع جرام ما شاء الله، يعني ربع جرام ونص جرام والدلات والحاجات ديت ممكن ان انت تجيبيها وتشتغلي بيها اهو. 5050 جنيه، 5050 جنيه في 3 شهور. هو ده تحدي اليوم 100 يوم اللي انا بقول لك عليه. هي فكره بسيطه، وعلى فكره هتلاقي فيه ستات كتير قوي وفيديوهات كتير عاملينها على اليوتيوب، بس انا حبيت افكرك بيها لو انت مش حابه تجمعيه وفي نفس الوقت عايزه تجمعي مبلغ كبير تجيبي بيه كل اللي نفسك فيه. اظن بقى احنا بقينا بنمشي كده، نبص على الشنط وعلى الجزم وعلى الكتاشي وعلى الحاجات الحلوه ديت، وكل ست ناسيه نفسها من الحاجات ديت. لا رجعي كده للزمن الجميل وابدأي هاتلك كده شنطه في جزمه في دريس حلو في طرحه كويسه كده، يعني اعملي لنفسك جو كده وخلي نفسيتك دايما حلوه ونفسيتك دايما عاليه. بالجنيه الفكه والعشرة جنيه ما تضغطيش على نفسك وما تضغطيش على زوجك، وان شاء الله ربنا يوسع عليك ويكرمك طول ما انت بتنوي خير. وانوي كده ان تطلعي من الفلوس ديت صدقه. الفلوس دول 5050 جنيه من اول يوم 1 لحد اهو 100 يوم. حابه بقى تعملي التحدي لحد نصه انت حره براحتك، انا سايباكي براحتك، بس انا عايزه اديك الفكره وانت تبداي تمشي عليها. تمام. اعمليها وما تستخسريش في نفسك اي حاجه، اعمليها عشان بجد الايام بقت صعبه وما احناش عارفين نحوش قرش خالص يا ام محمد، والمصاريف والضغوطات والمدارس والدروس. هيجي عليكي برضو الترم التاني ومحتاجه فلوس، هيجي عليكي العيد الكبير، هيجي عليكي رمضان، محتاجه تغيري ستاير، تغيري حافظه. شوفي احلامك كده، دوري في احلامك اللي غابت من زمان عنك. ربنا يكرمك يا رب. في ناس اصلا بيعملوا التحدي ده عشان نفسهم يطلعوا عمره، اللي نفسها تطلع عمره واللي نفسها تطلع مامتها واللي نفسها تجيب هديه حلوه في عيد الام. اللهم بلغنا رمضان لفاقدين ولا مفقودين. يعني انا مش عايزه اقول لك ان انا بترجاكي ان انت لو تصلي كده وساجده ربنا تفتكري اختك معاكي بدعوه حلوه، لاني والله نفسي بجد ان انا افرح بعيالي واربيهم. فادعوا لي بقى ان ربنا يشفيني، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير. باي.